السلام عليكم. صباح الخير. Good morning. النهاردة أو اليوم سوف أقوم بتخليل الفسيخ. هو لن يترك حتى يعف، هو يخلل مثله أو حاله حال الليمون، الزيتون، وهكذا. الإخوة في الصين يأكلون الأسماك نيئة، نحن نقوم بتخليلها ليس إلا. سوف نقوم بتخليل هذه السمكة كالآتي: تركتها لمدة يوم في الثلاجة أو حافظ الطعام، وقمت بتجفيفها هكذا جيدا. عملية التجفيف أهم ما في عملية التخليل. نظفت هكذا، عندي ملح، قمت بجلب الملح تلك الأكياس لكي أقوم بحفظ السمكة بها. كركم، ملعقة كبيرة من الكركم، 3 ملاعق من الملح، وهذا اختياري. أنا قمت بوضع شطة الطعام، قلبتهم جيدا هكذا، ونرفع خياشيم السمكة هكذا، ونقوم بملئه بالملح أو بالمكونات هكذا. من المفترض أن نضع ملح طعام أو ملح من المحبب، ولكن ليس موجود عندي، فوضعت ملح الطعام هكذا. سوف أقوم بجلب أكياس الطعام ونضع السمكة هكذا، ونقوم بوضع الخليط هكذا. أردت أن أجرف واحدة فقط أمامكم هكذا. سوف نقوم بتفريغ الهواء من ال ال الكيس أو العبوة البلاستيكية هذه، لا تتركي أي هواء هكذا. ونقوم في وضعه في أكياس أخرى هكذا، وفرغي الهواء. قمت بلفه جيدا، ضعيه في باقي الأكياس هكذا. عادة في جميع فيديوهاتي على اليوتيوب لا أقوم بتحدث باللغة العربية الفصحى، ولكن أردت أن يرى العالم أن الأسماك مملحة وليست نتنة كما يقولون، وأن هذا يعني مزاج في الطعام، أنا أحبه هكذا.
ليس كما يقولون يتركونه بالشمس حتى يعفن وهكذا. لا 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 إطلاقا. مثل ما رأيت تتم العملية هكذا، سواء كانت سمكة واحدة أو مليون سمكة، تتم العملية هكذا. ونظرا لأني ليس عندي شريط لاصق، جلبت هذا الخيط وسأقوم بلف العبوة البلاستيكية به هكذا، لأضمن أن الهواء لن يدخل إلى العبوة. فضلا وليس أمرا أن تضعوا اللايك والاشتراك بقناتي ليصلكم كل جديد. سوف أقوم بوضعها هكذا في هذه العبوة لمدة يوم بأي مكان في المطبخ، وبعد ذلك تترك لمدة 15 يوما ونقوم بفتحها معا. والسلام عليكم. وبعد ذلك سوف أتركها على تلك الإناء لمدة 15 يوم.